ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل معاكم صينيه سمك بوري في الفرن، حاجه كده من الاخر. بجد بجد طريقه حلوه جدا حلوه جدا للناس اللي عامله دايت. اللحم بتاع السمك هيطلع معاكي مستوي زي ما انت شايفه كده، وشكله ابيض وطعمه حلو، شارب كويس جدا من التتبيله، وواخد من ريحه الخضار اللي احنا هنعمله له النهارده. بجد بجد التتبيله اللي احنا هنعملها النهارده للسمك حلوه جدا، والخضار كمان واخد من طعم السمك. الصراحه حاجه كده من الاخر. عملت هنا ايه، سمك قطعته شرايح حلقات كده، وسمك كمان سبته سليم زي ما انتوا شايفين، وبرده اللحم بتاعه طالع مستوي حلو جدا. ممكن بقى السمك تقطعيه حلقات، تخليه سليم زي ما انت عايزه. بجد بجد الطريقه هتعجبكم ان شاء الله. طب ما تيجي نشوف الطريقه اللي عملنا بيها صينيه السمك القمر دي. اول حاجه عندي سمكتين زي ما انتوا شايفين من السمك البوري، غسلته كويس جدا، وبعد ما غسلته كويس جدا سبته في المصفى لغايه ما صفى الميه خالص. تمام كده. السمكيه الكبيره القمر دي هنقطعها ايه، حلقات. اول حاجه بقى هنجيب السكينه الحاده ونقطع راس السمكيه دي. راس السمكيه دي مش عايزاها، ممكن لو انت حباها تحشيها بالخضار وتحطيها في الصينيه، بس الصراحه انا مش بحبها. هنجيب بقى السمكية بتاعتنا ونقطعها الحجم اللي انت بتحبيه، تقطعيها صغيرة تقطعيها كبيرة، دي حاجة براحتك يا ست الكل. انا هنا قطعت ايه ديل ايه صغير، وهبتدي بقى ايه اقطع حلقات صغيرة كده، 3 حلقات صغيرين، وابتدي اقطع برضو حلقات كبيرة. دي حلقات كبيرة زي ما انتوا شايفين، وقطعت ايه حلقات صغيرة. تمام كده. وكمان سبت السمكية الصغيرة سليمة زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نشوف ايه التتبيلة بتاعتنا. عندي حباية فلفل أحمر بارد، وعندي كوباية من الكزبرة الخضراء الفريش، وكم حباية من التوم زي ما انتوا شايفين، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة كبيرة مليانة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة كبيرة ممسوحة من توابل السمك، وخلي بالكم التوابل هنا فيها ملح، وإيه عصرة ليمونتين كبار. كل ده هنحطه في الكبة بقى. هنبتدي بقى نحط الفلفل ونحط الكزبرة الخضراء، خلي بالكم الكزبرة الخضراء انا خدت الورق ما خدتش العيدان. تمام كده. وحطينا الثوم، نبتدي بقى نحط بهارات السمك، ونحط كمان الايه الكمون، ونحط الملح، ونحط الكزبرة الايه الناشفة، ونحط عصرة ليمونتين، ونضربها كويس في الكبة لغاية ما تنعم معاكي خالص. نعمتها زي ما انتوا شايفين ولونها حلو جدا. تعالوا بقى نشوف الخضار بتاعنا. عندي حبايه فلفل اصفر مقطعها رفيع، وحبايه فلفل احمر، وجزريه وسط مبشوره على المبشره اليدويه، وحبايه فلفل اخضر، وكمان بصلايه وسط مقطعها جوانح. حلوه جدا الخضار ده، بجد بجد حلو جدا يعني، ومش مكلف خالص. حبايه فلفل اصفر على حبايه فلفل احمر على حبايه فلفل اخضر على بصلايه وسط متقطعه جوانح. التتبيله بقى بتاعتنا هنحط منها معلقتين صغيرين على الخضار، وندعك الخضار بتاعنا كويس جدا من التتبيله. وبعد ما ادعكه كويس جدا هحط باقي التوابل بتاعتنا. بجد بجد الطريقه حلوه جدا، بس لو انت اول مره تشوفي القناه وعجبك الفيديو بتاعي ما تنسينيش في اللايك والشير مع اصحابك، ولو مش مشتركه معايا في القناه اشتركي ونوري قناتي. تعالوا بقى بعد ما دعكنا الخضار بالتتبيله هنحط ايه، معلقه صغيره من بهارات السمك، وهنحط كمان معلقه صغيره من الملح، وهنحط كمان معلقة صغيرة من الكمون، وهنحط معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ونقلبهم كويس. الخضار ده طعمه حلو جدا، وهيكون معاكي مستوي بس لونه لسه محتفظ بلونه، يعني بيكون لونه مش ايه لونه يعني غمق معاكي في السوا، هيكون لسه برضو محتفظ باللون بتاعه. هنجيب السمكية الكبيرة بقى ونتبلها كويس جدا من التتبيلة اللي احنا ايه عملناها. لازم تتبلي السمكية كويس جدا زي ما انت شايفة كده، دي السمكية اللي سبتها سليمة. هنتبلها زي ما انتوا شايفين كده، ولازم بعد التتبيلة تسيبي السمك في التلاجة لمدة نص ساعة. طب لو ما عندكيش وقت وعاوزة تعمليها بسرعة هتعمليها بسرعة، بس لحم السمك مش هيبقى شارب كويس جدا من التتبيلة. فانت لما تتبليها وتسيبيها نص ساعة، لحم السمك هيبقى شارب من التتبيلة وطعمه حلو جدا وهيعجبك بجد يعني. انا هنا كمان فتحت الديل زي ما انتوا شايفين، وتبلت السمك كله زي ما انتوا شايفين. ممكن تعمليها حلقات زي ما انت شايفه كده، ممكن تقطعيها جوانح، قصدي ممكن تقطعيها دواير زي ما انت عايزه. جبت السمكه بقى ايه اللي انا سبتها دي، وقلت ايه اعمل فيها فتحات كده عشان تبقى ايه شكلها حلو لما تستوي. انا هنا عملت 4 فتحات حسب حجم السمك عندك. تعملي فيها فتحات بالسكينه كده على الوش ده وعلى الوش ده. بعد كده ما عملت فيها فتحات
هنبتدي بقى نجيب شوية الخضار ونحط في قاع الصينية. أي صينية موجودة عندك، صينية تيفال، صينية ألمونيا، صينية بايركس، أي صينية موجودة عندك. هتحطي بقى شوية من الخضار في قاع الصينية، وتجيبي السمكية اللي انت سايباها سليمة وتحشيها كويس جدا من الخضار ده. عندك طريقتين، ممكن تخلي السمكية سليمة، ممكن تقطعيها دواير زي كده، ممكن كمان تفتحيها سنجاري ونفس الخضار ونفس التتبيلة وتعمليها سنجاري، بتطلع برضو طعمها حلو جدا. بعد ما حشينا السمكية بتاعتنا هنبتدي بقى نحط السمك اللي احنا تبلناه زي ما انتوا شايفين. هنكون بقى مشغلين فرن البوتاجاز على درجة حرارة 200، وبنحطها على الرف الأوسط. ولو انت عاوزاها تاخد وش متحمر من فوق، بتولعي لها آخر 5 دقايق الشواية. رصينا السمك زي ما انتوا شايفين، هنحط عليها بقى معلقة كبيرة من الزيت عشان تاخد وش حلو. هي معلقة كبيرة مليانة من الزيت، وترشيها بس من فوق كده، وتحطي شوية كزبرة فريش خضرة كده، وتزقيها بقى في الفرن على الرف الأوسط، وتولعي لها من تحت، وآخر 5 دقايق ولعي لها من فوق. ما بتاخدش وقت خالص، بجد بجد طريقة سهلة جدا، وزي ما قلت لكم في أول الفيديو حلوة جدا للناس اللي عاملة دايت. لما تيجي بقى ندخلها الفرن عشان نشوفها بعد ما تستوي. استوت معانا، ريحتها حلوة جدا، أحلى صينية سمكة تاكليها، حلوة جدا بجد بجد، أحلى من المطاعم. شايفين الخضار قاعد بلونه حلو جدا بس مستوي، يعني قاعد بلونه بس مستوي. وشايفين السمك كمان يعني تحفة. عاوزة أطلع لكم حتة بس من السمكية اللي قطعناها حلقات، واخدة من طعم الخضار، متبلة كويس صراحة. اللحم بتاعها أبيض زي ما انتوا شايفين ومستوية. بجد بجد اعملي الحاجة في البيت، هتلاقيكي هتعجبك، يعني هتلاقي ان الحاجة بتطلع نظيفة وحاجة مضمونة، احلى كتير لما تاكليها من بره. وبالذات السمك، كليه في بيتك واغسليه كويس جدا، واعملي له التتبيلة زي ما انا قلت لك، واعملي له الخضار، هيطلع معاكي احلى سمك. تعملي بقى جنبيه رز صيادية، شوية سلطة خضراء، شوية طحينة، وتاكلي احلى اكل. بجد بجد السمك لما تعمليه في البيت بيبقى طعمه حلو جدا. يلا بقى تعالوا اوريكم السمكية بتاعتنا اللي احنا حشيناها بالخضار. برضو اللحم بتاعها هيطلع معاكي مستوي. شايفين السمكية بتاعتنا دي بقى السمكية السليمة. شايفين انا بقطعها قدام كل حاجة قدامكم اهو، يعني انا مش بكدب عليكم في اي حاجة. شايفين لحم السمك طالع ابيض ومستوي وشارب جدا من التتبيلة. يلا جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وبألف هنا مقدما. وكانت معاكم ليلى من قناة مطبخ بألف هنا مع ليلى. بس بجد لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير مع اصحابكم، واشتركوا ونوروا قناتي ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو.